الأهلي وحيدا في الصدارة، وحيدا بلا خسارة، يكفيك فقط المشاهدة ثم الاستمتاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محمود محسوب ودي قناة على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناة واضغط اللايك كلمتين للفيديو ونخش في الموضوع على طول. ماتش النهارده خلص، ماتش الأهلي وإنبي، والأهلي قدر يكسب 2-0. في شوية نقط عايز أتكلم فيها. كل اللي هقوله النهارده أو اللي هتكلم فيه هو عبارة عن رأيي أنا الشخصي، لا أكتر ولا أقل. تتفق تختلف معايا فانت على دماغي. اول نقطه معانا وهي المستوى اللي بيظهر بيه علي لطفي في الماتشات القليله اللي انت بتلعبه فيها وبتكون مجبر لان الحارس الرئيسي بتاعك مصاب، محمد الشناوي. علي لطفي لما بيلعب بيدينا جرعه ثقه في مركز حراسه المرمى، ومن بعديه طبعا مصطفى شوبير ناشئ لسه او لسه صغير شباب وقدامه المستقبل لسه كتير، لكن علي لطفي سنا كبير. النهارده ما جاش عليه كور كتير، لكن الكورتين ثلاثه اللي جم على علي لطفي النهارده واضح ان هو بيتمركز صح، واقف صح، مركز قوي، باين ان هو بيتطور. فاتمنى من كولر في الفتره الجايه في الماتشات الجايه بالنسبه للدوري بعد الحسم او قبل ماتشات الحسم، بالنسبه للشوط الثاني مثلا لو عايز تريح الشناوي او عايز تبدا بعلي لطفي في ماتش مش واو، ابدا بيه واديله الثقه اكتر، لان حتى علي لطفي سنا ما عادش صغير. تاني نقطه معانا وهي المنطقه الدفاعيه. المنطقه الدفاعيه بالنسبه لي انا الثنائيه اللي بين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هي افضل ثنائيه في الدوري حاليا، ومن احسن الثنائيات الدفاعيه اللي انا شفتها في الاهلي في الفترات الاخيره. اتنين لعيبه بيعرفوا يلعبوا كوره كويس، بيعرفوا ينقلوا الكوره، والاتنين هيدرز كويسين جدا وعندهم وعي دفاعي كويس جدا. منعم قوي وياسر قوي، بس ياسر ما بيتاثرش، يعني مستواه ما بينزلش لو منعم مستواه اتهز، لا ياسر مستواه ثابت، يا حلو على طول يا اوقات كده مستواه بيتهز. مستواه بيتهز بس ده الطبيعي، لان مفيش لاعب بيفضل واخد فتره الكمال على طول. بالنسبه لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم لو مستواه اتهز مش عشان اللي حواليه مستواه متهز، لا هو عشان اللعيب بصفه عامه بياخد فتره نضوج وفتره يعني يتهز فيها وبعدين يرجع تاني او ما يقدرش يرجع تاني، ودي بترجع لشخصيه اللعيب. لكن ياسر ابراهيم ما بيتهزش لو منعم مهزوز. اما البديل بتاع الاثنين والبديل الاكتر بتاع ياسر ابراهيم هو محمود متولي. محمود متولي مميز عن ياسر ابراهيم. محمود متولي كوير، يعني بيعرف يلعب كوره احسن من ياسر ابراهيم، يقدر يطلع بالكوره احسن من ياسر ابراهيم، يقدر يلعب على الارض احسن من ياسر ابراهيم، بس عنده مس باص رهيب جدا وخطير جدا. في الفتره الاخيره ما اعرفش ايه اللي حصل له، في الفتره الاخيره عنده مس باص، الكوره وهي طالعه من رجله انت بتبقى خايف ان الكوره دي تتقطع. عيب بقى محمود متولي الرئيسي ان محمود متولي لما بيلعب جنب محمد عبد المنعم انت بتبقى خايف ان محمود متولي يتاثر. منعم النهارده مستواه مش يعني بيلعب النهارده بشكل اساسي ومستواه مش كويس، هتلاقي محمود متولي وهو بيلعب جنبه مستواه نزل معاه، مش زي ياسر ابراهيم بيفضل محافظ على نفس المستوى بتاعه في الفتره الاخيره. لا هو ده عيب من عيوب محمود متولي. لكن الثنائيه الافضل بالنسبه لي والاقوى هي الثنائيه بين محمد عبد المنعم وبين ياسر ابراهيم. ثالث نقطة وهي ان كولر لازم يعرف او لازم يفهم ان علي معلول لازم يريح شوية. اللعيب ده خلاص كبير سنا وما بقاش حمل ان هو يقدر يلعب 90 دقيقة كل 3 ايام. الراجل ده بيلعب كمية ماتشات كتير جدا، خاصة وان هو ملوش بديل على نفس المستوى وملوش بديل على نفس الاسم. يعني انت ما تقدرش تشيل علي معلول في ماتش مهم وتنزل لعيب تاني الا اذا كان مصاب لا قدر الله. لكن الصراحة هو علي معلول لما بيلعب اي ماتش، بتلعب قدام الداخلية، بتلعب قدام صن داونز، بتلعب قدام الرجاء، بتلعب قدام اي فريق، قدام الترجي، الراجل بيعمل كل اللي عليه وماشي بسم الله ما شاء الله بمستوى ثابت جدا وبيقدم كل اللي عنده. لكن لازم علي معلول يريح في الماتشين، في ماتشين قبل ماتش الدوري، نهائي دوري ابطال افريقيا، في ماتشين في الدوري لازم الراجل ده يريح اكبر كميه من الماتشين دول. ممكن يلعب معاك 20 دقيقه، ممكن يلعب معاك شوط اول وتريحه شوط تاني، الماتش اللي بعديه اللي هو الماتش اللي هيبقى قبل ماتش الرجاء ممكن ما تلعبوش اصلا حتى لو النتيجه ايه في الدوري. كده كده موضوع الدوري ده شبه محسوم اكلينيكيا والموضوع مش هيبقى صعب على الاهلي حتى لو تعادل ماتش، لكن لازم تريح علي معلول علشان يقدر يوصل لنهائي دوري ابطال قدام الوداد وهو في اعلى مستوى ليه. رابع نقطة وهي منطقة خط الوسط. منطقة خط الوسط هو ده اللي عامل فرق مع الأهلي كبير جدا 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 السنة دي،
والمنطقه دي او منطقه خط الوسط بتتطور بشكل ملحوظ، وبالاخص من ساعه ما تم التعاقد مع مروان بيه عطيه باشا. الصراحه مروان عامل دويتو مع حمدي فتحي، دويتو جبار جدا، وبيقدموا الحل الدفاعي وبيريحوا السرد باكين، وبيقدموا الحل الهجومي وبيريحوا حتى الوينجين وبيريحوا راس الحربه. وبنشوف النهارده حمدي فتحي بيقدر يكمل في منطقه ال 18 بتاعه المنافس، وبيقدر يروح ويكمل ويقدر يجيب جون. فالتطور ده يرجع الفضل ليه لكولر. اما بيكملهم ديانج بينزل معاهم، بيلعب معاهم، بيقدم مستوى كويس جدا معاهم. بالنسبه للسوليه من بعد الاصابه اللي مر بيها في الفتره الاخيره واللي بعدته فتره كبيره عن الملاعب، مستوى قل، ولكن لما بينزل كبديل بيقدر يقدم دوره بشكل كويس جدا. في مشكله تانية، وهي ليه ما بيلعبش بالقندوسي في ماتش زي ماتش النهارده مثلا قدام انبي من بدايه الماتش؟ محدش يقدر يجزم على الموضوع ده يا جماعه الا لما يخش جوه دماغ كولر. هل كولر يعني مقتنع بالقندوسي ان هو يقدر يلعب ال 90 دقيقه ويقدم اللي هو كولر عايزه؟ محدش يقدر يعني انت ما تقدرش تجزم بحاجه زي كده لما تخش جوه دماغ كولر. طب قفشه برضه ما تقدرش تتكلم. ففي حاجه، في قناعه عند كولر لحد النهارده ان القندوسي ما يقدرش يبدا ماتش. طب لو بدا الماتش النهارده ما يقدرش يلعب الماتش التاني. انا ما شفتش القندوسي لعب ماتشين اساسي ورا بعض. هل هو بيجهز الخطه بتاعته بالنسبه لخط الوسط؟ خط الوسط ده المحور الرئيسي بتاع الاهلي. انا شايف ان كولر النهارده كان بيقدم بروفا للماتش اللي هيتلعب مع الوداد، بس مش هيتلعب مع الوداد هنا. الماتش ده اللي هيتلعب مع الوداد بالتكتل خط الوسط اللي هم الديفندرات، الثلاث ديفندرات الصراح اللي هم جبارين في القوه البدنيه، عشان ماتش الوداد العوده. النقطه اللي بعد كده معانا، وهي ان شاء الله الموسم يخلص ونشوف عرض لطاهر محمد طاهر وياخدوا عليه احمد عبد القادر هديه فوق البيع. طبعا انا بهزر، لكن احمد عبد القادر من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها شخصيا جدا، وشايف ان هو عنده امكانيات وعنده قدرات عاليه جدا 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 ورهيبه، وتخليه كمان يلعب في اوروبا. طبعا انت هتقول عليها خرفاجي، قلت لك ده الكلام اللي من وجهه نظري انا. ولكن ايه هي مشكله احمد عبد القادر من وجهه نظري؟ مشكله احمد عبد القادر ان هو ما عادش عارف امتى يباصي ولا امتى يرقص ولا امتى يشوط. النهارده وفي الفتره الاخيره بدات تلاحظ تحسن نسبي عند احمد عبد القادر في المنطقه الدفاعيه، يعني بدا يؤدي الدور الدفاعي بتاعه بشكل مثلا ايه 50%. لكن المشكله كلها عند احمد عبد القادر في مشكلته الهجوميه. احمد عبد القادر بيجي له فرص في ارض الملعب او قدام الجون بتجيب للجمهور شلل بمعنى الكلمه، وبرضه مصمم ان هو يكمل على نفس الفري ستايل بتاعه. ودول كلمتين موجهين لطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وغيرهم من اللعيبه اللي على نفس المستوى ده. الكرة لما بتدي ظهرها لحد يلا السلامه. يعني هديك مثال بسيط، رؤى اللي عامل ماتشات زي الزفت مع الزمالك وجايب في نفسه جون عالمي ومتخانق مع الجمهور ومش عارف وايه، حبكت وزنقت ان يكون عيد ميلاده في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي هو عامل فيه المصايب دي كلها، علشان تتحول حفله عيد ميلاده من احتفال بيه او الناس عماله تحفل يعني بتحتفل بيه وكل سنه وانت طيب، عشان تتحول الحفله دي لحفله عليه هو شخصيا من جمهوره كمان شخصيا. سيبك من انه كويس او انه هو وحش، بيعمل اللي عليه ولا ما بيعملش اللي عليه، بيلعب اساسي ولا بيلعب كبديل، بيلعب في الكلام ده كله سيبك منه. بس الكرة فعلا قلابة وملهاش امان وملهاش كبير. اللي النهارده متشال على الراس بكره يبقى تحت الارض، واللي بيشتم النهارده بكره هيطلع ترند في العظمه. اخر نقطه كنت عايز اتكلم فيها وهي محمد شريف. شريف قدم ماتش كويس النهارده، وعجبني جدا ان كولر سابه يلعب النهارده ال 96 دقيقه لحد اخر الماتش. وكمان شريف خد رجل المباراه النهارده. شريف بيقدم مستوى كويس جدا مع كولر وعاوز يلعب اكتر ماتشات، اكتر عدد ماتشات اكتر، ويخلص من تضييع الفرص اللي بتجيله. شريف هداف كويس جدا ومستواه في الطالع، وكولر لو استمر معاه على ان هو يديله ماتشات اكتر من كده هيرجع هداف الدوري تاني ان شاء الله. بعد كده معانا ان كولر كان عنيف جدا بعد الماتش النهارده في المؤتمر الصحفي، واتكلم عن نقطتين مهمين جدا هم مضايقينه هو شخصيا. اول مشكله وهي مشكله استغلال الفرص او الفرص المهدره قدام الجون. سامع يا طاهر انت احمد عبد القادر؟ تاني مشكله بالنسبه له ان هي استغلال العرضيات وضربات الراس. وعند النقطه دي بالظبط قال ان هو طلب جهاز هيجي مخصوص من المانيا هيدرب اللعيبه بيه على ضربات الراس، لكن الجهاز هو طلبه وفي مشاكل في الجمارك، واداره الاهلي بتحاول بسرعه جدا ان هي تخلص الموضوع وتجيب له الجهاز ده، عشان كولر مستعجل على الجهاز عشان يقدر يدرب اللعيبه بشكل اسرع. كولر شغال وفي ميزه حلوه جدا، ايه هي؟ ان هو بيشوف الاخطاء فين ويحاول يصححها، بيحاول يعمل اللي عليه دايما ويعالج اي مشاكل بتظهر في الفريق باي شكل وباي طريقه. الراجل ده لو خد افريقيا، العم كولر ده لو خد افريقيا السنه دي هيبقى في حته تانية وهيعدي جوزيه بالنسبه للبطولات والانجازات والتاريخ مع الوقت ومع وقت استمراره مع الاهلي.
واخر حاجه قالها كولر النهارده واتكلم عنها وكان متعصب جدا، بيتكلم عن شرط الكابتن والكلام اللي منتشر على السوشيال ميديا من جمهور الاهلي، وان جمهور الاهلي كله نفسه ان علي معلول يلبس شرط الكابتن. الراجل قال هناك قواعد صارمه في الاهلي بخصوص شرط الكابتن، وانا مش هعمل اللي جمهور الاهلي عايزه على سبيل المجامله، او اطلع لاعب او ادخل لاعب او انزل لاعب علشان لعيب تاني يلبس شرط الكابتن. الامور كلها بتمشي حسب اللي انا محتاجه في الملعب وعلى حسب تقييمات اللعيبه. والحته دي عجبتني جدا، وبيقول لو الجمهور شايف اللي انا بعمله ده غلط يبقى خلاص الجمهور يجي يدير هو الماتشات وانا هقعد في البيت. يا عم كولر انت بس خد افريقيا، خد افريقيا السنه دي، وان شاء الله اتلبست انا شخصيا شرط الكابتن. مالكش دعوه انت بالموضوع ده، جمهور الاهلي هيلموا مع بعض. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واضغط اللايك التمام وخلي الكوره ليك. سلام.